ادي الطماطم عليها اهي من على الوش، وهي كده كده هتتغلغل فيها وهتنزل جوه، بس لما بتبقى على الوش بتدي شكل للفراخ حلو قوي وطعم احلى. كده خلصت صينيه البطاطس. صينيه سهله. الملحوظه ان انا ما حطيتش اي دهون لان الوراك بيبقى فيها، فما بحطش وبتستوي وبتبقى حلوه جدا. اوريها لكم ان شاء الله بعد ما تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبنا الفراخ، قلبنا البطاطس بالفلفل بالبصل بالتوابل، وبمسك الفراخ ببقيه التوابل اللي عندي وبعمل ايه، بمسحها من جوه ومن بره علشان تاخد طعم. تمام. هحط كده وهحط اللي هي الدبابيس بتاعتها كده اهو. طبعا دي لو طايله تعمليها من جوه اعمليها، مش طايله اعمليها من جوه من بره، وهي هتبقى كويسه ان شاء الله. تمام كده اهو. ودي في حته اهي، وادي بقيه التوابل برشها هنا، وعامله طماطم في الخلاط هصفيها عليها واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل صينيه بطاطس بالوراك. بصل متقطع، بصله كبيره متقطعه نصين ومتقطعه شرايح. هفكها من بعضيها عشان ما تبقاش ماسكه. وادي فلفل رومي وقرن فلفل حامي، وادي البطاطس. هعمل ايه الاول؟ عندي توابل، عندي فلفل اسمر وملح وكزبره ناعمه وكركم وبابريكا. هلخبطهم في بعضيهم. ليه؟ هحط جزء منهم على التوابل على الحاجات دي، والجزء التاني هقول لكم هعمل بيه ايه. هبدا احط البطاطس، صفيها من الميه.